الأهلي بيعايد على جماهيره وبيفوز على الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل لا شيء. وبصراحة الأداء ما كانش قد كده، ولكن الأهلي بيحط قدم واحدة بس في دور نص النهائي، والقدم دي مش عشان خاطر الهدفين بل عشان خاطر اللا شيء. معنى إن أنت ما استقبلتش أي أهداف هنا على أرضك فدي حاجة تطمنك وتريحك في الماتش اللي هيتلعب في المغرب. وليه الناس كلها كانت بتتكلم إن الاستاد فيه أكتر من 52,000 مشجع ولكن ما كانش فيه تشجيع. انا كنت موجود في الاستاد في الماتش ده تحديدا في مدرجات التالتة شمال، بعد ما كنت مقاطع حضور اي مباراة للاهلي في الاستاد، وكنت مقاطع الاستاد من 2016، يعني من حوالي 7 سنين ما دخلتش الاستاد. حبيت اجرب واخد التجربة بتاعت شركة تذكرتي واحجز مباراة النادي الاهلي والرجاء المغربي اللي اتلعبت على استاد القاهرة الدولي. انا النهارده هحكي لك على تجربتي في حضور ماتش من الاستاد مع شركة تذكرتي، وهقول لك الكواليس اللي حصلت في مدرجات التالتة شمال. بس قبل اي حاجه لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهلا بيكم في حلقه جديده، ده برنامج نسر الاهلي وانا ابانوب مفيد. عزيزي الاهلاوي الجميل، الاهلي يبعت لك عيديه بفوزه على نادي الرجاء المغربي بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. الاهلي بيضع قدما واحده في دور نص النهائي مش بالهدفين ولكن باللا شيء. الحاجه اللي تطمنك وتديك افضليه في الماتش اللي هناك ان انت في ارضك ما استقبلتش اي اهداف، مع اني شايف ان الهدفين قليلين جدا في ظل الاداء اللي كان بيلعب بيه نادي الرجاء المغربي، ولكن برضو اداء النادي الاهلي ما كانش مرضي. 4-2-3-1 هي الخطة اللي نزل بيها مارسيل كولر مباراة الرجاء. الشناوي في حراسة المرمى، 2 قلب دفاع عبد المنعم ومتولي، ناحية اليمين محمد هاني، ناحية الشمال علي معلول، في نص الملعب اليو ديانج ومروان عطية، قدامهم 3 ناحية اليمين بيرسي تاو، ناحية الشمال حسين الشحات، وفي النص عمرو السولية وراس حربة كهربا. طبعا الفيديو اللي فات قلت لكم ان حكم المباراة والحكم المساعد من السودان، ودي حاجة سلبية جدا واختيار سيء جدا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم. اولا الناس كلها عارفة ان في مشاكل حصلت في ماتش الاهلي والهلال السوداني اللي فيه تأهل النادي الاهلي لربع النهائي وخرج الهلال السوداني. ثانيا ان في مشاكل كبيرة جدا في السودان والمطار واقف، والله اعلم الحكم ده اصلا وصل القاهرة ازاي. يعني انت كده بتخلي الحكم اللي دار المباراة عليه ضغوط كبيرة جدا، ده غير ضغط الجمهور اللي في الملعب. وده اللي حصل بالفعل، ان الحكم ما احتسبش ضربة جزاء صحيحة 100% للنادي الاهلي، ده غير شوية اخطاء كتيرة جدا من جانب الحكم. لكن في الحقيقة انا ما استغربتش لان كنت متوقع ان هيحصل اكتر من كده بكتير. بدأ الماتش وفاول خطير جدا على حدود ال 18 لنادي الرجاء المغربي. الكرة اتشاطت حلوة قوي ولكن الشناوي طار عليها بكل فدائية، بيطلعها بكل صعوبة. الشناوي فايق يبقى انا مطمن وكل جمهور النادي الاهلي مطمن. بصراحة كان في صعوبة على هجوم النادي الاهلي في اختراق دفاعات نادي الرجاء المغربي اللي كانوا مقفلين الملعب كويس جدا. ومن اول الماتش كان باين عليهم الخوف من النادي الاهلي وان هم مش عايزين يستقبلوا اي اهداف. المهم ان طول الشوط الاول النادي الاهلي بيحاول ان هو يخترق دفاعات نادي الرجاء المغربي، ولما بيخترق الكوره بتضيع. ونادي الرجاء المغربي مقفل ملعبه كويس جدا ولكن بينقلوا الكوره حلو جدا في نص الملعب بس ما بيكملوش للاخر. الدقيقه الثانيه والاخيره من الوقت بدل الضايع للشوط الاول عبد المنعم بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي. حسين الشحات بيسقط الكرة جوه ال 18، بتترد له من مدافع نادي الرجاء المغربي، بياخد الكرة بيخش بيها بيحاول يعدي 1 و2 و3، في الاخر اتزنق ملقاش قدامه غير علي معلول اللي بيلعب له الكرة بطريقة سيئة جدا. اي لعيب في الدنيا لما الكرة بتجيله وحشة بيوقف الكرة وبيعدل نفسه عشان يعرف يلعب الكرة العرضية، لكن علي معلول ما عندوش الكلام ده. على الرغم ان الكرة جايه له مش مظبوطة وجايه له سيئة جدا من حسين الشحات، ولكنه لطشها من لمسه واحده عمل بيها عرضيه يطلع لها عبد المنعم اللي بيشوط الكوره بدماغه في الجون. حرفيا زي ما بقول لك الكوره دي مش ملعوبه بالراس، دي متشاطه بدماغ عبد المنعم. طبعا انا كنت قاعد في مدرجات الثالثه شمال، والشوط الاولاني مرمى الرجاء المغربي عند مدرجات الثالثه يمين، فانا في الاول ما كنتش عارف مين اللي جاب الجون لحد ما المذيع الداخلي قال ان عبد المنعم هو اللي سجل الهدف. فمن ساعتها لحد دلوقتي انا مش لاقي اي سبب لتواجد عبد
المنعم جوه ال 18 في التوقيت ده. كلنا عارفين ان عبد المنعم ومتولي وياسر ابراهيم بيكونوا موجودين جوه منطقه 18 الخصم في حاله ان في ضربه ركنيه او ضربه حره او فاول، لكن دي ولا فاول ولا ركنيه ولا حتى ضربه ثابته. انا مش فاهم ايه اللي جاب عبد المنعم في ال 18 في الوقت ده. المهم بعيدا عن الكلام ده كله، قبل ما عبد المنعم يسجل الهدف واول ما الحكم الرابع حسب دقيقتين وقت بدل ضايع، كنت في مدرج التالتة شمال انا وصديقي شريف عيد، وبصراحه هو قال لي ان عبد المنعم هيسجل هدف في اخر دقيقه في الشوط الاول. وبينتهي الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي على نادي الرجاء المغربي بهدف مقابل لا شيء، ده غير اهداف كتير ضايعه. وبيبدا الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقه 69 بيطلع كهربا وبينزل مكانه محمد شريف. بصراحه انا ما كنتش مع التغيير ده، كان لازم كهربا يفضل في الملعب لاخر الماتش. وكمان بيطلع عمرو السوليه وبينزل مكانه حمدي فتحي. التغيير ده بقى كان لازم يحصل من بدري قوي، كان باين ان السوليه من اول الماتش مش في افضل حالاته، مش موفق. المهم ان طول الشوط الثاني والشناوي عمال بيصد انفرادات صعبه جدا على اي حارس، ومروان عطيه مش مخلي نادي الرجاء يتهنى بهجمه واحده تكمل للاخر. محمد هاني كل ما الكره تقطع منه ما بيسيبهاش ويروح يجيبها تاني. وبصراحه حسين الشحات في ماتش الرجاء ما كانش هو حسين الشحات اللي احنا عارفينه. المهم ان في الدقيقه 84 بيرسي تاو بيسقط كوره حلوه قوي قوي لحمدي فتحي جوه ال 18 اللي بيحطها بشماله في الجون وبيسجل بيها الهدف الثاني للنادي الاهلي. وبرده نفس الكلام، معرفش ايه اللي جاب بيرسي تاو ناحيه الشمال وهو اصلا كان بيلعب جناح يمين، ومعرفش ايه اللي دخل حمدي فتحي قدام بيرسي تاو جوه ال 18. واللي انا عايز اقوله ان بيرسي تاو لعيب جامد قوي من بعد الاصابه وهو داخل تحدي مع نفسه عشان يرجع لمستواه تاني. صراحه لعيب تقيل قوي ولعيب جامد قوي، وفي بعض الاحيان بتلاقيه مش في مستواه، وده يمكن لانه في اوقات بيحس ان هو كبير على لعيبه الاهلي، بيحس ان مستواه اعلى منهم بكتير، فده بيخليه ما يظهرش في الملعب. اما حمدي فتحي فانا بعتبره خامس المدافعين وثالث لعيبه الوسط وتاني المهاجمين. بصراحه حمدي فتحي ومروان عطيه بتلاقيهم في كل حته في الملعب، مع اي كوره بيقطعوها بيهاجموا وبيدافعوا وبيعملوا اللي عليهم وزياده. وفي الدقيقه 89 بيطلع حسين الشحات وبينزل مكانه خالد عبد الفتاح، وبتنتهي المباراه بفوز النادي الاهلي على نادي الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بهدفين مقابل لا شيء. حط 100 خط تحت كلمه لا شيء عشان هتكون دي سبب تاهلنا لنص النهائي ان شاء الله من المغرب. المهم انت لو هتقول لي من وجهه نظرك مين رجل المباراه دي، هقول لك محمد الشناوي، لان بصراحه محمد الشناوي شال اكتر من 3 اهداف مؤكدين بنسبه 100%. كمان نادي الترجي الرياضي التونسي فاز على شبيبه القبائل الجزائري بهدف مقابل لا شيء في الجزائر. وسيمبا التنزاني بيفوز على نادي الوداد المغربي بهدف مقابل لا شيء في تنزانيا. اما سان داونز بتفوز ب4 اهداف مقابل هدف على شباب بلوزداد الجزائري في الجزائر. والزملكاويه بيقولوا الحمد لله ان هم ما تاهلوش لدور ربع النهائي. المهم نسيب الموضوع ده وتعالى احكي لك على تجربتي في حضور مباراه للنادي الاهلي مع شركه تذكرتي، وهقول لك على كل الكواليس اللي حصلت في المدرج، وهجاوب الناس على السؤال اللي بيسالوه هو ليه الملعب كان فيه اكتر من 52 الف مشجع وما كانش ليهم صوت. وعلى فكره ده حقيقي، جمهور نادي الرجاء المغربي في استاد القاهره كانوا اقل من 1000 مشجع وصوتهم كان اعلى مننا. اولا انا مقاطع المدرج من 2016، يعني من حوالي 7 سنين وانا ما حضرتش مباراه للنادي الاهلي، ولا حتى متابع المدرج بيدور فيه ايه ولا الناس بتحضر ماتشات ازاي ولا القصه دي كلها. حلو قوي البيت والقهوه، حلوه قوي تتفرج على الماتش وانت متمزج وتعمل كل اللي نفسك فيه. كنت قاعد كده في مره مع نفسي فقلت ما تنزل يا عم احضر لك ماتش في المدرج كده، ولا هو المدرج موحشكش؟ عرفت ان في شركه اسمها تذكرتي هي اللي بتنظم الموضوع ده كله، وعشان تحضر ماتش لازم بتطلع حاجه اسمها فان اي دي. قمت داخل على شويه جروبات تاني، عرفت ازاي ادخل واسجل في الموقع وازاي الفان اي دي يطلع لي، وعملت الكلام ده كله. بعد ما توافق على الحساب بتاعي في موقع تذكرتي جيت بقى عشان خاطر احجز تذكره للماتش، وكل ماتش تذاكره تنزل اجي احجز الاقيها خلص. المهم جيت في ماتش الاهلي والهلال السوداني في دور المجموعات عشان احجز، وفضلت قاعد من الساعه 1 بالليل ل 6 الصبح وما روحتش الشغل، وفي الاخر ما حجزتش تذكره. في مشاكل كتير في الموقع، انا اصلا ما كنتش عارف ادخل عشان احجز تذكره، ولما بدخل ما بلاقيش تذاكر وغيري بيحجز. المهم ان في شويه مشاكل في الموقع وهي دي بدايه الفشل. المهم يا سيدي ان ربنا كرمني وقدرت احجز ماتش الاهلي والرجاء المغربي
بالصدفه بعد ما كنت فقدت الامل وقفلت اللاب ودخلت نمت. من يوم الحد الساعه 9 وسمعت ان التذاكر نزلت دخلت عشان احجز، مش عارف ادخل الموقع، ولما ربنا بيكرمني وبدخل الموقع بيجيب لي عداد ان انا قدامي 59 دقيقه ويعدوا 59 دقيقه يطلعني بره الموقع تاني. لحد الساعه 3 الفجر عمال بحاول وانا مش عارف احجز تذكره. بصراحه فقدت الامل وقفلت اللاب ودخلت عشان انام. وبالصدفه صحيت يوم الاثنين الصبح الساعه 6 بمسك الموبايل، قلت اما اخش اشوف الدنيا فيها ايه، لقيت الموقع بيدخل معايا من غير انتظار. فقلت معنى ان الموقع بيدخلني بسرعه يبقى معنى كده ان مفيش ضغط على الموقع، يعني التذاكر خلصت. بصراحه انا كنت عايز احجز الدرجه الاولى شمال، ولما جيت ادخل على الاولى شمال لقيتها خلصت. قلت اما اجرب كده الثالثه شمال، مع اني واثق ومتاكد ان الثالثه شمال بتخلص في اول ساعه من نزول التذاكر، ولكن سبحان الله لقيت تذاكر في الثالثه شمال وحجزت الثالثه شمال. المهم انا كنت فرحان جدا ومبسوط، وبعدها ب3 ايام رحت عشان اطبع الفان اي دي والتذكره. وصلت فرع اورنج اللي في عمارات اغا خان اللي في المظلات، لقيت الموضوع زحمه قوي، لكن بصراحه الشباب الاهلاويه الجمال اللي كانوا موجودين في الفرع كلهم كانوا بيساعدوا بعض، يعني اللي دوره قرب وخلاص هيخش يطبع كان بيخلي الناس اللي واقفه لو حد حابب يعمل له تفويض ويستلم له الحاجه بتاعته، عشان خاطر لما يخش هو يخلص ويجي يمشي ياخد معاه 6 أو 7 من اللي واقفين بره ويخف الضغط على الفرع شويه. استلمت التذكره والفان اي دي وبصراحه كنت مبسوط قوي. ويوم الجمعه بالليل ما كنتش عارف انام من الفرحه عشان يوم السبت انا رايح الاستاد. المهم ان نزلت من البيت يوم السبت الساعه 3 العصر، وانا ماشي في الشارع شايف ناس كتير قوي لابسين تيشيرت الاهلي وفي ايديهم التذكره والفان اي دي. ركبت المترو من محطه شبرا الخيمه والمحطات كلها متروسه مشجعين النادي الاهلي. الموضوع كان مبهج جدا وفكرني بايام زمان وفكرني بالايام الحلوه. وصلت عند الاستاد وقابلت صديقي شريف عيد ودخلنا على الاستاد عشان نتفاجئ بعدد مهول من مشجعين الاهلي واقفين في الشارع. فدي كانت اول مره بالنسبه لي اخوض التجربه مع شركه تذكرتي وانا مش فاهم حاجه، فكل شويه اسال الناس اللي جنبي هو احنا واقفين ليه، يقول لي عشان هنتفتش. المهم فضلنا واقفين في الشارع حوالي ساعه كده في قلب الزحمه لحد ما وصلنا عند الحته اللي بيفتشوا فيها. وقبل ما نتفتش كان واقف واحد من موظفين شركه تذكرتي بيقطع الجزء بتاع التذكره وبيعاين رقم التذكره مع رقم الفان اي دي بتاعك. المهم اتفتشنا وعدينا وبنبص قدامنا لقينا بوابه الاستاد، بس قبل ما تخش على الطابور اللي بيخليك تدخل بوابه الاستاد بيكون في تفتيش تاني. المهم عادي مفيش اي مشكله، اتفتشنا تاني ودخلنا في طابور وانت عند بوابه الاستاد بتتفتش تالت. برضو الكلام ده كله ما كانش فيه اي مشكله، اتفتشنا تالت مره ودخلنا عند ابواب حديد اتفتشنا رابع مره. 4 مرات بنتفتش واحنا لسه ما وصلناش للمدرج. المهم اتفتشنا رابع مره مفيش اي مشكله، واحنا داخلين على بوابه التالتة شمال اتفتشنا 5 مرة. تخيل ان انت بتتفتش 5 مرات وفي كل مرة من دول انت بتقف طابور طويل عريض عشان بس تدخل تتفرج على ماتش. صراحة الموضوع كان مرهق جدا وسيء جدا لان انت بتفرهد قبل ما توصل للمدرج، مش عارف امال انت هتشجع ازاي. المهم ان قبل ما اروح الاستاد كنت قاري تعليمات شركة تذكرتي كويس جدا ان هتخش بالاكل مفيش اي مشكلة، ازايز المية هتخش بيها بس من غير غطا، وبصراحة مش فاهم الفكرة دي. ممنوع دخول الولاعات، ممنوع دخول الباور بانك، السماعات، اي سلك شاحن، القصة دي كلها مفيش اي مشكلة. المهم اني دخلت مدرجات التالتة شمال حوالي الساعة 6 الا ربع. صراحة مدرجات كانت وحشة الواحد والمنظر نفسه كان وحش الواحد جدا، وكنت قاعد مبسوط وفرحان جدا، بس بصراحة كنت قاعد مستغرب هما ليه مصعبين الموضوع كده، ايه كمية افراد الامن اللي قاعدين جوه المدرج وبره المدرج. انا شايف الموضوع ابسط من كده بكتير، جمهور كورة داخل الاستاد يشجع الفريق بتاعه من غير اي مشاكل. المهم واحنا قاعدين بناكل شيبسي سمعنا ناس بتهتف شمال يمين طلعوا المرشدين، فانا بصراحة دماغي عملت ايرور كده، مرشدين ايه اللي قاعدين جوه الاستاد، ولا هم مين اصلا المرشدين اللي هم يقصدوهم دول؟ المهم ان انا ما فهمتش القصة دايرة على ايه، وفجأة لقيت اللي معاه الطبلة والترومبيطة خارجين من المدرج والجمهور كله بيسقف ويصفر. انا دماغي عملت ايرور تاني، هم المرشدين دول هم اللي معاهم الطبلة والترومبيطة، طب ليه مسمينهم مرشدين؟ انا مش فاهم القصة. المهم ان انا في اللحظة دي ما بقيتش اهتم بالماتش، بقيت اهتم ان انا افهم ايه اللي بيحصل حواليا والناس دي بتعمل كده ليه وبيقولوا كده ليه. بعد شوية واحد من المصورين جه يصور جمهور التالتة والجمهور فجأة قام زايم عليه وقعدوا يشتموه. المهم ان هو بعد ما اتشتم ساب منطقة الجمهور خالص وراح قعد جنب زمايله المصورين. لقيت جمهور التالتة شمال
وهناك بيقولوا له العيوط اهو العيوط اهو وده كله وانا مش فاهم اي حاجه. المهم ان الراجل حس ان هو عمل حاجه غلط فجه له الجمهور عشان يعتذر لهم، قاموا شاتمينه تاني. خلاص بقى الراجل اتشتم كذا مره، قاموا اصحابه ماشيينه معرفش ودوه فين. وبرده ده كله انا ما فهمتش هو اللي بيحصل ده بيحصل ليه. الراجل جاي بيصور المدرج، انت ليه بتشتمه او ليه بتغلط فيه؟ المهم ان اللعيبه نزلت تسخن في ارض الملعب والجمهور قام وقعد يشجع والموضوع كان حلو قوي. فجاه لقيت واحد قاعد جنبي في المدرج بيحدف واحد قدام بالازازه وبيشتمه باهله بلفظ مش كويس. كله ليه؟ عشان خاطر المصور كان واقف بيصوره والراجل مبسوط وبيتصور. الراجل اللي قاعد جنبي في المدرج مش عاجبه ان هو بيتصور، قام حدفه بالازازه وشتمه بلفظ مش كويس وقال له شجع. المهم ان الحوار ده كله حصل وكان داخل كام ضابط من الممر اللي جنبي، فشافوا الموضوع ده كله والراجل بيشتم زميله باهله، فقاموا واخدين الراجل ده طلعوه بره المدرج. فانت تسالني هل انت شايف ده صح ولا غلط؟ هقول لك من وجهه نظري ده صح، ان هم كده بيحافظوا على سلامه المدرج وسلامه الناس اللي في المدرج. معلش انت لما تشتم واحد باهله وهو معاه صحابه مش هيسكتوا على الموضوع ده، طلع يمسك في خناقك وانت معاك صحابك، مسكتوا بعض ضربتوا بعض، الناس كلها اتلمت عليكوا وده بقى بيمسك في ده وده بقى بيمسك في ده، الدنيا هتبوظ. كان فيها ايه لما تنده عليه تقول له يا صاحبي بعد اذنك شجع، يا كابتن بعد اذنك شجع، ليه تشتمه وتغلط فيه؟ المهم ان كل ده وانا قاعد مستغرب مش فاهم ايه اللي بيحصل حواليا ولا ايه اللي بيدور، وكل شويه نسمع صوت صاروخ ضرب وافراد الشرطه خارجين بواحد بيقولوا ان هو ده اللي ضرب الصاروخ. طب ده صح ولا غلط؟ برضه صح، لان الناس قايلين ان الحاجات دي ممنوعه، فانت بتعمل كده ليه؟ المشكله ان كل الشباب اللي بتتاخد دي شباب صغيره في السن، والله اعلم هم بيطلعوا بره وبيروحوا فين ولا بيتعمل معاهم ايه. المهم ان فضل الماتش شغال وشويه يشجعوا وشويه يسكتوا، شويه يشجعوا وشويه يسكتوا، واللي فهمته ان ما كانش فيه قائد للمدرج. المهم ان الماتش خلص وروحت وقلت انا مش هصور الفيديو ده غير لما افهم ايه اللي بيحصل بالظبط، عشان كده الفيديو اتاخر ونزل بعد الماتش ب3 ايام. فانا قلت مش هينفع اطلع اتكلم على حاجه انا مش فاهمها، انا لازم افهم كل حاجه عشان اطلع اتكلم. المهم لما دورت وسالت ناس كتير كل اللي فهمته ان الموضوع ده حصل من ساعه ماتش فاركو. ماتش فاركو للجمهور فيه شتم شيكابالا وشيكابالا ما كانش موجود في الماتش وما عملش اي حاجه. قالوا ان اللي عمل الحوار ده الناس اللي اسمهم مرشدين، ودول بيشتغلوا مع ناس مش عايزين المدرج يكون فيه عدد كبير. والسؤال اللي دار في دماغي ساعتها، طب ما انت عارف ان دول مرشدين زي ما انت بتقول عليهم، ليه بتغني وراهم وبتقول اللي هم بيقولوه؟ هي حاجه بالعقل، انت بتقول عن الناس دول مرشدين ومش تبع جمهور الاهلي وبيشتغلوا مع ناس ليهم مصالح خاصه، وكل ماتش بتبقى عارفهم هم مين وبتفضل تغني شمال يمين خرجوا المرشدين. طب هم لما هتفوا وشتموا شيكابالا انت ليه هتفت وراهم وقلت زيهم؟ المهم يا سيدي ان رابطه مشجعين النادي الاهلي قطعوا الاستاد وقطعوا المدرجات ومفيش حد فيهم هيتفرج من المدرج تاني. انا جاي النهارده هقول لك نصيحه صغيره، عايز تعمل بيها اهلا وسهلا، مش عايز تعمل بيها برضو اهلا وسهلا. نصيحتي ليك هي ان انت ما تروحش المدرج تاني، بعد اذنك ما تنزلش تروح المدرج تاني عشان ممكن تروح ما تروحش. بعد اذنك بلاش تنزل المدرج تاني، شجع من بيتك او شجع من القهوه، ومحدش بقى يتصورك ويقول لي اصلك الاهلي محتاجنا واحنا مش هنسيب الاهلي لوحده والجو الحمضان ده. كلنا اهلاويه وكلنا بنحب النادي الاهلي وبنموت في النادي الاهلي وبنفرح لما النادي الاهلي بيكسب. بس عايز اقول لك ان اخر بطولتين لدوري ابطال افريقيا النادي الاهلي كسبهم من غير حضور جمهور، فالموضوع مش مستاهل القصه دي كلها. اقعد في بيتك عشان مستقبلك اولى بيك واهلك اولى بيك. حضرتك لما تروح الاستاد وتعمل مشكله مع حد او تفرقع صاروخ او تشتم حد والامن ياخدك، اهلك مش هيعرفوا انت فين، وساعتها النادي الاهلي مش هيفيدك باي حاجه. اقعد يا باشا على القهوه انت واصحابك بدل الفرهده والتفتيش والبهدله دي كلها، والقهوجي هيجيلك يقول لك تشرب ايه يا باشا وانت قاعد متسلطن وملك. حاول تحب نفسك اكتر من النادي الاهلي، عشان صدقني لو حصل لك اي حاجه او مستقبلك اتدمر النادي الاهلي مش هينفعك باي حاجه. لو حابب تروح المدرج اتفضل روح، شجع بكل احترام، اللي جنبك ما بيشجعش مالكش دعوه بيه على الاقل في الوقت الحالي. ما تحاولش تعمل اي حاجه ممنوعه، ما تحاولش تستفز حد عشان ما يحصلكش اي مشكله. فانت لو هتقبل بالوضع ده اتفضل روح، المدرج مفتوح لك ما بيقولش لا لحد. كلنا بنروح المدرج عشان نشجع النادي الاهلي ونفرح ونتبسط ونستمتع بالموضوع. لو انت شايف انك مش هتعرف تتبسط وتستمتع بالموضوع ده فبلاش تروح المدرج احسن. المدرج دلوقتي ما بقاش امان، المدرج دلوقتي ما بقاش لجمهور النادي الاهلي، ودي الحاجه
الحاجه اللي مخلياني مقاطع الاستاد من 2016. هي دي كانت نصيحتي ليك. شوف انت عايز تبص لها من انهي ناحيه وعايز تفهمها باي طريقه، وافهمها زي ما انت عايز تفهمها. اقولها لك لاخر مره، لو شايف ان انت مش مستمتع بالمدرج ومش مبسوط ومش عارف تغني، بلاش تروح احسن. وحب نفسك اكتر من النادي الاهلي، وحب مستقبلك، وحب اهلك اكتر من اي حد. المدرج دلوقتي ما بقاش بتاعنا، حاجه ما بقتش بتاعتك خلاص. خلي عندك كرامه وسيبها وامشي لحد ما يجي اليوم اللي كل حاجه هترجع لاصحابها، وساعتها نبقى نروح ونعمل كل اللي احنا عايزينه. بعد اذنك بلاش تروح المدرج، اتفرج على ماتشات الاهلي من البيت او من القهوه. يا ريت بلاش حد يروح المدرج على الاقل في الوقت الحالي. كده انا قلت كل اللي عندي في الموضوع ده، وما عنديش اي كلام تاني اقوله. مباراه النادي الاهلي اللي جايه هتكون اياب دور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا مع الرجاء المغربي في المغرب، ودي هتكون يوم السبت 29 ابريل الساعه 8 على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب. وان شاء الله ربنا يوفق الاهلي ويتاهلوا لدور نص النهائي. وبكده عزيزي الاهلاوي بتكون خلصت حلقتنا من نسر الاهلي. فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في حلقه جديده من نسر الاهلي مع بنوم مفيد.